هذه خدمه نقيه. في اخباركم بان اليوم اشرف حكيمي مبقاش عنده حتى باش يشري خبزه. اي يا سيدي، اللعاب اللي تباع بالملايير ديال الدولارات الكونت ديالو ما بقى عنده حتى اورو واحد. والسبب هو الطليقه ديالو ملي مشاو للمحكمه، وبغات المحكمه باش تفرق الرزق ديالو هو ومرتو بالنص بالنص، لان القانون الاوروبي الفرنسي او اي قانون اجنبي ملي كيبغي يطلق الراجل للمراه كيقسم معها الرزق ديالو كامل. طوموبيلات جوج يعطيها واحده وياخذ هو واحده، الدار يخرجوه منها ويعطيوها ليها هي، الكونت يقسموه على جوج ويعطيو ليها هي النص هو النص. ولكن السي اشرف حكيمي لان فيه الدماء المغربيه ام الله يجازيها بخير قراتو القوالب ديال بحال هاد النوع هذا اللي كيمشي يحفر على شي واحد لاباس عليه ويتزوج به، وفي الاخر كيطيحوا في شي فيلم ولا شي حاجه باش يخوي ليه الكونت ديالو كامل. السي اشرف حكيمي قبل ما يدخل في المحاكمه مع هاد القرطيطه كتب الفلوس ديالو والتركه ديالو ووكل مو على جميع الممتلكات ديالو، كتب الدار والطوموبيل والكونت، حتى داك الصالير اللي غيجيه كيدوز الفيرمو ديريكت لمو. وملي دخلات معاه هادي الى المحكمه وبغات تحكم المحكمه بانها تقسم لهم الرزق ديال اشرف بيناتهم بالنص، اكتشفوا بانه الكونت ديالو خاوي والدار ماشي بسميتو وما عنده حتى حاجه بسميتو الا اشرف حكيمي. ولكن عنده واحد البالون ديال الكره في الدار ديالو والتوني ديالو، هو واقيلا اللي غادي يعطيه ليها باش ديه لديك صاحبها الجديد تلعب هي وياه كره. يا الشي الرجل المغربي مرضي الوالدين كيفاش كيصرف ليه الله الامور ديالو. وخذوا من هاد القصه عبره. الام ديالك عمرها ما تقلب عليك، والمراه الا من رحم الله واخا تضرب معها 100 عام تقدر اي لحظه طيحك كام، لان المراه تقدر تطلعك وتقدر تهبطك. وراء كل رجل معظم امراه، ووراء كل رجل عظيم امراه كذلك.